ما هو الفرق بين مجموعات الأعداد المختلفة؟ مجموعات الأعداد المختلفة هي مجموعة أعداد العد ومجموعة الأعداد الطبيعية ومجموعة الأعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد النسبية. ما هي أعداد العد؟ هي الأعداد التي نستخدمها لحساب الأشياء مثل 1، 2، 3. وهي تستخدم لعد التفاحات، السيارات، الكتب، أي شيء يمكننا حسابه. لماذا نستخدمها؟ عندما تريد أن تعرف كم قلم رصاص لديك أو كم قطعة حلوى، تستخدم أعداد العد. ما هي الأعداد الطبيعية؟ هي نفس أعداد العد ولكن مع إضافة الصفر. يعني الأعداد الطبيعية هي 0، 1، 2، 3. ما الفائدة من الصفر؟ الصفر يعبر عن عدم وجود شيء، مثل عندما لا يكون لديك أي تفاحة. ما هي الأعداد الصحيحة؟ هي الأعداد الطبيعية بالإضافة إلى الأعداد السالبة. يعني الأعداد الصحيحة هي -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3. لماذا نحتاج الأعداد السالبة؟ نستخدم الأعداد السالبة للتعبير عن درجات الحرارة تحت الصفر، أو الديون، أو الحركة في الاتجاه المعاكس. ما هي الأعداد النسبية؟ هي أي عدد يمكن كتابته على صورة كسر، حيث البسط والمقام عددان صحيحان والمقام لا يساوي صفرا. مثل نصف، 3/4، -5. لماذا نستخدم الكسور؟ نستخدم الكسور لتمثيل الأجزاء من الكل، مثل نصف تفاحة أو 3/4 ساعة. مثال توضيحي: تخيل أن لديك صندوقا من التفاح. إذا أردت حساب عدد التفاحات، تستخدم أعداد العد. إذا أردت القول بأن الصندوق فارغ، تستخدم الصفر وهو عدد طبيعي. إذا أردت أن تقول إنك أعطيت صديقك تفاحتين، فعدد التفاحات لديك الآن هو عدد صحيح سالب. إذا قطعت تفاحة إلى نصفين وتناولت نصفها، فإن الجزء الذي تناولته هو عدد نسبي.